من سنة ونص في 2025 بالتحديد كنت بشتغل شيفت 12 ساعة 130 جنيه. احسب منهم 15 جنيه رايح جاي مواصلات يبقى 30 جنيه و50 جنيه وجبة. ده لو افترضت ان انا اكلت وجبة واحدة بس بالشيفت، فانت لو حسبت ال 130 جنيه فاضل منها كام مش هتلاقي. وفوق ده كله ان انا كنت برجع البيت من الشيفت سواء بالليل او الصبح كنت بفتح تيك توك وانستجرام زي اي شاب عادي. يعني كنت بلاقي ده معاه موبايل جديد وده شاري عربية وده عايش الحياة اللي انا بتمنى ان انا اعيش ربع الحياة اللي هو عايشها. وابدا اسال واقول لنفسي انا مصطفى ناقصني ايه؟ ليه بيطلع عيني في شيفت 12 ساعة يعني تقريبا نص اليوم بتاعي حرفيا، في الاخر مش عارف اصرف على نفسي مرتاح. انا مصطفى محمد طالب تمريض بالفرقة الرابعة كلية تمريض جامعة بني سويف. اشتغلت في كذا قسم زي الطوارئ والعناية والحضانة، وكل قسم تقريبا كنت بقعد فيه بالشهور. شفت ضغط وشفت قرف وشفت حاجات خلتني اراجع حياتي كلها. الفيديو ده مش معمول ليك عشان ابيع لك، ده معمول عشان اقول لك انا بدأت منين بجد، وازاي نقلت نفسي من شغل بيستهلكني لمهارة بتدخل لي دخل كويس وكمان بالدولار، واللي غيرت فكرة ونظرتي للشغل عموما في مصر. لما كنت بنزل شيفتات في مستشفى وانا لسه طالب في الحضانه مثلا، الشيفت كان 120 او 130 على ما اتذكر، وانت مش رايح عشان تشتغل وخلاص، انت رايح معاك مواصلاتك رايح جاي، اكلك وشربك، مصاريف دراستك، مصاريف اكلك، مصاريف شربك، كله بيتسحب منك حرفيا. وفي الاخر المرتب او الاجر اليومي ده مش بيكفيك انك تعيش كنفس بني ادم طبيعي. وانا وقتها ما كنتش شايف الفلوس وبس، انا كنت شايف نفسي بتتسحب مني، طاقه بتخلص، اعصاب بتتبهدل. وفي وسط ده كله العيله بتاعتي يعتبر كانت بتعدي بازمه ماديه صعبة جدا. ففكرة ان اسيب الشغل دي ما كانتش رفاهية، لان ببساطة ما فيش حد هيشيلني، ودي يعتبر من اصعب المشاعر اللي ممكن تعدي على شاب في سننا، انك تبقى حاسس انك محشور، لا انت حابب اللي انت بتعمله ولا انت عارف تطلع منه. انا كنت برجع من الشغل زي ما انا قلت لك بفتح السوشيال ميديا عادي وابدا اقارن نفسي، وده اسوأ حاجة حرفيا ممكن تعمله في نفسك. تبص لواحد مثلا سابقك في فلوس، سابقك في حياة، سابقك في شغل، سابقك في اي حاجة عامة، وتبدا تحس انك متأخر في كل حاجة. كل ما تبص اكتر كل ما تتعب اكتر. وهنا تبدا تفهم معنى الآية اللي ربنا قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فأنت كل ما تبص في اللي في ايد غيرك هتحتقر اللي في ايدك حرفيا، وهتنسى النعمة وهتنسى الطريق وتنسى نفسك أصلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، لأن أنت طول ما أنت باصص لفوق بشكل غلط عمرك ما تحس بالرضا. وانا بصراحه كمصطفى كنت بعمل الغلطه دي كل يوم، كل يوم اقارن، كل يوم اتوتر، كل يوم احس اني متاخر. بس في لحظه كده حسيت لو الموضوع طول بالشكل ده انا حرفيا اضيع. انا لسه فاكر اليوم ده بكل تفصيله فيه. انا فاكر لما روحت بالشيفت بتاعي، ويوم انا قررت ان انا اقفل باب اوضتي على نفسي ومش هطلع منها غير لما حرفيا اطلع فلوس من النت. انا ما كنتش فاهم يعني ايه مهاره، ولا فاهم يعني ايه انكم سكيل، ولا فاهم يعني ايه، معرفش يعني ايه ان انت تدخل فلوس من النت. فانا قلت انا كمصطفى خلاص انا قافل باب اوضتي، مش هطلع من الاوضه غير لما اطلع فلوس من النت. ويوم برضه على ما اتذكر ان انا دخلت جروبات اللي انا داخل فيها بتاعه المستشفى، جروب الطوارئ وجروب العنايه والجروبات كلها اللي انا كنت داخل فيها خاصه بشغل المستشفى، طلعت منها كلها. طب انت هتصرف منين؟ طب انت مش عارف هتعمل ايه؟ حرفيا انا ما كانش معايا جنيه، بس انا كنت لسه قابض اخر الشهر اللي هي تقريبا كانت ساعتها 1000 جنيه او حاجه زي كده، كنت لسه قابضها. وتاني يوم خلاص انا خدت القرار ده، رجعت من الشيفت بتاع المستشفى حتى ما خدتش حسابه، ورحت البيت بتاعي قفلت على نفسي باب اوضتي وزي ما قلت لك كده. وفي نفس الفتره انا نفسيا كنت تعبان، يعني كنت تعبان نفسيا وجسديا. يعني لو بصيت على جسمي ساعتها تحس ان ده مش مصطفى اللي انت شايفه دلوقتي، يعني جسم تاني خالص، هيكل واقف قدامك. يعني حرفيا كنت مبهدل من جميع النواحي. وانا عامه ما بحبش احكي حاجه لحد، يعني انا ساعتها ما كنتش حكيت حاجه لزمايلي ولا اصحابي ولا حتى لعيلتي، يعني ما كنتش بتكلم في اي حاجه كانت بتحصل لي من تعب فيا انا، في العيله، في المشاكل عامه، ما كنتش بقول عليها نهائي. في لحظه كده خدت قرار على نفسي ان انا زي ما قلت لك قفلت باب اوضتي وبدات اروح الجيم وابطل خروجات كتير، وبدات اهدى كده واتعلق بربنا اكتر. 5 صلوات، اذكار صباح ومساء، ورد يومي قراني. لما بدات اعمل الحوار ده افتكرت قصه سيدنا يوسف، وطبعا كلنا عارفينها مش محتاج ان انا احكيها. اتعلمت منها حاجات كتير وبدات اخد بالي من تفاصيل فيها. يعني انا في الاول كنت عارفها بس مش واخد بالي من التفاصيل اللي فيها. فانا بدات مثلا اصبر، اتقي ربنا في كل حاجه حرفيا حواليا، في شغل، في وقت،
في كل حاجه، في الناس اللي حواليا، وتعرفك ان الواحد مهما كان في قمه الضيق وقمه الظلم وقمه الوحده، فانت في الاخر هتروح لربنا. يعني انت مش قدامك حل تاني غير الصبر. انت بتصبر بس، يعني انت صابر. الدنيا بايظه قدامك والحاله نفسيا وجسديا وكل حاجه تعبانه معاك، بس انت صابر. انت عارف ان في باب جاي لك في الطريق ومفتوح، والباب ده مش هيتفتح لك ولا يجي من فراغ الا لما ربنا يمكنك في الحاجه دي. لازم تمر كده بشويه ظروف حرفيا يسيستموك في الدنيا. فانا ساعتها كنت ماشي بالمبدأ ده، عارف ان انا بمر بفتره وحشه وفتره مش كويسه من جميع النواحي، بس انا ما قداميش حل غير الصبر. لما بدات ادور في اليوتيوب والمواقع السوشيال ميديا عامه، اكتشفت حاجه اسمها الهاي انكم سكيل، مهارات الدخل المرتفع. يعني مهاره بتدخل لك دخل مرتفع جدا، عالي جدا غير المتوقع، او دخل بالدولار. الاتنين واحد يعني. زي طيب عندك المونتاج، عندك الكوبي رايتنج، عندك الجرافيك ديزاينر، عندك البرمجه، عندك الاي اي اوتوميشن. فكل دي مهارات تعتبر هاي انكم سكيل، زي ما قلت لك بتدخلك دخل مرتفع. انا اصلا كنت قبل كده يعني عندي خبره عن المونتاج، او عندي خلفيه بسيطه عن المونتاج، لان انا بصراحه في سن صغير وانا صغير كنت بستمع ندر احمد، شادي سرور، الناس اللي انتم عارفين على اليوتيوب دي. فاحنا بطبيعتنا واحنا اطفال لما بنشوف حاجه على اليوتيوب عامه او على التلفزيون بنبقى عايزين نعمل زيها، او عايزين نكون نفس الاشخاص دي. فساعتها زمان كنت بعمل كذا تشانل على اليوتيوب، كنت بقدم المحتوى ده، محتوى الضحك والهلس والكلام ده كله والرياكشن. فانا عندي خلفيه بسيطه عن المونتاج، فرحت دخلت على قناه عشوائيات اللي هي بتاعت عمرو عابدين، اكيد عارفينها برضه. فانا رحت جبت صوت من على القناه دي وبدات احطه على بريمير. كنت منزل ساعتها نسخه مكركه، وده طبعا حرام. يعني قلت بيني وبين نفسي كده قدام ربنا، قلت انا اتعلم على نسخه مكركه، ولما ان شاء الله ابدا اجيب اول عميل على طول اشترك في برامج ادوبي كلها، تمام، اشتراك رسمي يعني. فرحت جبت الصوت، دخلت على بريمير، بدات اشتغل على الصوت. حاولت ان انا اطلع فيه كل خبرتي في المونتاج، من قصقصه لترانزيشن لساوند افكت لساوند. ما كنتش اعرف بقى الحاجات دي كلها، يعني انا عارف ان في حاجه اسمها مونتاج. فبدات اضيف كلام، حرفيا عملت كل حاجه فيه. واسيب لكم برضه الفيديو ده في اول تعليق او في الوصف عامه. وكنت في اليوم حوالي ببعت ل 100 واحد حتى في ساعات، على ما اتذكر ان هو كان يعمل لي حظر رسائل الخاصه، لان في حاجه اسمها جروبات المونتاج. وانا كده كده عامل لك فيديو بالتفصيل ازاي تجيب اول عميل، وعلى ضمانتي الشخصيه. يعني انت لو سمعت الفيديو ده اللي انا ان شاء الله اعمله وما جبتش اول عميل، مستعد ادفع لك فلوس انا كمصطفى يعني. فانا ساعتها كنت بدخل على جروبات المونتاج، بدخل لكل الناس بعد ما حطيت فيه كل الجهد بتاعي من مونتاج يعني. رحت خدت الفيديو ده ونشرته كبيفور اند افتر، تمام، على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الجروبات المونتاج كلها، وحطيته في البورتفوليو بتاعي يعني في الدرايف. بعدها على طول لقيت واحد منزل على الجروبات دي ان هو محتاج مونتير، فدخلت كلمته. هو كان حاطط رقم الواتساب ساعتها، فدخلت كلمته. فهو قال لي انت مش عامل الا فيديو واحد، طب فين الشغل التاني بتاعك؟ فقلت له انا مش عامل غير ده. فهو بصراحه ما صدقنيش، وراح عطاني فيديو تيست، قال لي اعمل الفيديو ده. رحت عملت له فيديو تيست، طلع الفيديو اللي انا عملته له ده احسن فيديو من الفيديوهات، لان هو كان واخد كذا حد غيري يعني، يعتبر احسن فيديو فيهم يعني. فراح على طول قال لي انت اكسبت معانا. كنت فاكر بقى ان هو شركه كبيره وحاجه زي كده يعني. فراح حطني في جروب واتساب مع شويه شباب، كنا بنعمل الفيديو حرفيا ب 200 جنيه، تعديلات تخليك تقرا المجال حرفيا في بدايتك. بس انا كنت بستحمل يعني، انا حابب الحاجه دي، ما دام حاجه تغنيني عن الناس اللي بره فانا حاببها. وفضل الموال ده شغال، عديت بتفاصيل كتيره مش هعرف احكيها في الفيديو بتاع النهارده. وعلى فكره برضه عشان اكون ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، الناس دي كان ليها فضل عليا كبير قوي يعني. اول الناس اللي هم الجروب اللي انا كنت بعمل فيه الفيديو 200 جنيه ده، ليهم فضل عليا كبير قوي بعد ربنا. فحابب ان انا اشكرهم لو هم بيشوفوا الفيديو ده. مش عارف هم يتذكروني اصلا ولا لا. كان واحد مش عايز اقول اسمه، ليه فضل عليا كبير بعد ربنا يعني، حرفيا يعني. فضلت اتطور واعرض الشغل بتاعي لحد ما اشتغلت مع ناس كبار في المجال، مش هقدر اقول اساميهم هنا، بس ناس انتوا عارفينهم كويس يعني. انتوا ناس ما تتوقعوش ان انا شغال معاهم، وشغال حاليا مع شركات بره مصر، مش بشتغل من مصر دلوقتي خالص يعني. ما فيش عميل مصري شغال معايا. اغلب شغلي مع الناس اللي هم الكونتنت كرييتورز، سواء مثلا عايشين بره، هم مصري، ممكن يكونوا مصريين بس عايشين بره في الامارات وكده يعني. وبلس ان انا زي ما قلت لك شغال مع كذا شركه يعني، مش شركه واحده لا، كذا شركه مع بعض. لو انت دلوقتي في مكان يعتبر خانجك، شغلانتك مثلا تعباك، كليه انت مش شايف نفسك فيها، دخلك مش مكفيك، ومستني حد حرفيا يمدلك ايده، فانا بقول لك من دلوقتي ابدا ان انت تتعلم مهاره الدخل المرتفع او مهارات الدخل المرتفع. مش لازم تكون نفس المهاره بتاعتي، بس لازم السوق يكون طالبها او السوق بيدفع فيها. فهي الفرص مليانه. وعلى فكره المونتاج عامه اللي انا شغال فيه في فيديوهات كتيره جايه، انا احكي بالتفصيل ازاي تتعلم مونتاج صح، وازاي ان انت تجيب اول عميل. يعني كلام هو عن تجربه شخصيه يعني، اللي انا
حصل لي انا هحكيه في الفيديوهات ان شاء الله يعني. فلو انت عايز تتعلم مونتاج ممكن تتابعني يعني الفيديوهات الجايه ان شاء الله، واشرح برضو مونتاج. فلو انت عايز الفيديو ده اكتب لي تحت في الكومنتات، ولو عندك اي اسئله او استفسارات ممكن تبعت لي تحت على الانستجرام. وبس، ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.